غلبتني بالنوم. ها كل سنة طيب. لما كام سنة؟ لما كام سنة؟ القندوسي بنسبة 100% راجع الأهلي أول الموسم غصب عن أي حد بسبب أدائه الأكتر من الهايل، وكمان انضمامه لمنتخب الجزائر وأرقامه مع سيراميكا اللي تفوقت على الكل. تعالوا حل ونتكلم على أرقام القندوسي الفترة اللي فاتت مع بعض. القندوسي بيقدر يلعب في كذا مركز في الملعب، لعيب بيقدر يلعب مركز 8 وبيقدر يلعب صانع لعب وكمان ممكن يلعب جناح، ولكن هتخسر كتير من امكانياته في مركز الجناح بسبب انه مش لعيب سرعات. اهم ما يميز القندوسي تحركاته، عشان كده دايما يفضل انه يلعب مركز 8 او صانع لعب رقم 10 عشان يجي من تحت براحته يعمل زيادة من غير ما تكون مكتفه على الجناح بمهام معينة. القندوسي لعيب حرامي جوال واحسن لعيب في الدوري دلوقتي بيقدر يعمل ده، يعني ممكن يختفي وفجأة هدف. القندوسي بيقدر يتمركز صح وياخد اماكن في الملعب بشكل مميز جدا، وكمان مش حرامي جوال بس، حرامي جوال وحرامي كباري، وهتشوفوا ده في الفيديو ده. وكمان الفينش عنده حلو قوي، بيقدر يسجل برجليه الاتنين وبيقدر يسجل رأسيات اثناء التكملة الهجومية، غير تسديداته القوية اللي بيقدر ينفذها من خارج ال 18 بشماله ويمينه. وكلنا شفنا ده مع وفاق سطيف وكمان مع الاهلي في الدقايق القليلة اللي لعبها، وطبعا مع سيراميكا بالتألق بتاعه والمستوى الرهيب اللي بيقدمه، لدرجة انه انضم لأول مرة لمنتخب الجزائر. القندوسي عنده 24 سنة، يعني لعيب لسه قدامه في التألق والكورة 8 سنين مستريح. لعب الموسم ده 15 ماتش، 13 منهم كأساسي، سجل 8 أهداف وصنع 4. أرقام ممتازة طبعا، وتألق كان متوقع للعيب بإمكانياته. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده آخر مباراة عمل فيها إيه ضد زد. دي الخريطة الحرارية بتاعته اللي بتظهر معدل ظهوره في الملعب، طاقة ولياقة ما شاء الله. لعيب نص ملعب زي ما الكتاب بيقول، اتحرك في الملعب كله تقريبا ومعدلات جري رهيبة. هل القندوسي في الماتش ده اتحرك بس؟ لا طبعا. تعالوا نشوف ارقامه في الماتش ده. قبل اي شيء قدر يصنع هدف بتمريرة سحرية، وصنع فرصتين كمان محققين للتسجيل. عمل 35 تمريرة صحيحة من اصل 45، عمل 3 تمريرات طولية صحيحة من اصل 5، عمل 4 مراوغات صحيحة من اصل 5. لعيب مهاري يعني. بص بقى دي، عمل 5 تدخلات ناجحة من اصل 5 بنسبة 100%، ودي من اهم النقط لانها بتثبت انه لعيب بيقدر يقوم بدوره الدفاعي على اكمل وجه، مش مجرد دور هجومي بس. يعني مش لعيب بيقدر يعدي ويرقص ويعمل تمريرات وبينفض خالص للدفاع، لا، لعيب بيقدر يقطع الكوره ويستخلص الكوره من غير فاولات كمان. طيب هو يعني يا عم بلال القندوسي ده كل حاجه فيه حلوه كده، يعني ميسي؟ امال مشي من الاهلي ليه؟ لا يا عم، هو عنده بعض النواقص برضه، ولكنه اشتغل عليها صح الفتره اللي فاتت دي في سيراميكا. اولا مع الاهلي ما كانش جاهز بدنيا 100%، وده كان واضح للكل. كمان كان بيعيبه في الاهلي سنه البطء او التفكير قبل التنفيذ، ما كانش بياخد القرار بسرعه، وده كان بيبطئ الريتم اللعب جدا. ولكنه قدر برضه يتلاشى ده بنسبه كبيره مع سيراميكا. القندوسي هيبقى من اهم صفقات الاهلي مع كولر، بالذات لو استمر على نفس الاداء، خاصه ان كولر دايما بيعتمد في لعبه على 2 في مركز 8، هو يمين مع بيرسي تاو وامام شمال مع رضا سليم او الشحات او عبد القادر، جبهات ناريه. تعالوا نحلل مع بعض كام لعبه ليه كده او كام هدف مع سيراميكا تثبت لكم صحه كلامي. جايب لكم 3 اهداف باشكال مختلفه قدر يحرزهم القندوسي، وبيحرز زيهم كتير. اول هدف وهو مع وفاق سطيف، ازاي استلم الكره من نص الملعب بدريبلينج بمنتهى السهوله واليسر، وعلى طول من بره ال 18 بيمينه بليسنج في البعيده. تقول ده لعيب بيلعب بيمينه وش من غير تفكير كده، ده لعيب بيلعب بيمينه، مش معقول بالدقه دي بيمينه وهو اصلا اشول. موضوع غريب. حط جول عالمي حرفيا. طب تاني جول بقى اللي سجله مع سيراميكا في الاهلي. شوف الجول دوت هنا ازاي قدر ياخد معاه ياسر ابراهيم. يعني شوف ياسر هنا، ياسر على فكره عمل الصح، يعني ياسر اخده وبعد واتطرف بيه، ولكن مهاره القندوسي هنا ان هو يقدر يلف ويحط وش رجله الشمال في الكوره، فتروح فين بقى؟ فتروح في الزاويه العكسيه بعيده خالص، اللي هو ولا 10 زي الشناوي هيقدروا يجيبوها. واحرز برضه هدف من الاهداف الجميله جدا والصعبه جدا، وماركة القندوسي اللي مش اي حد يقدر يسجل الاهداف دي. طب تالت هدف بقى معانا، وهي من تكمله هجوميه. في ال 18 قدر يكمل في ال 18، وازاي قدر يعمل الفينش بتاعه بدماغه، يعني كمان بيقدر يلعب بدماغه وبيقدر يسجل ضربات رأس. قدر يستلم الكوره العرضيه وعلى طول بدماغه في الجول ويسجل هدف جميل جدا لسيراميكا. لعيب شامل، بيقدر يكمل تكمله هجوميه، بيقدر يسجل بيمينه بشماله
وبدماغه زي ما اتكلمنا في بقية الفيديو. ده تحليل شامل لأداء القندوسي بشكل عام عن الفترة الأخيرة مع أهم أهدافه ومهاراته. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وبس كده، سلام يا صاحبي.